السلام عليكم. هو لو الراجل خبى على مراته، يعني الراجل متجوز ومرتاح خبى على مراته ان هو عنده فلوس في البنك وشاري مثلا حاجة من ورا منها كده، صح ولا غلط؟ ده اللي هنعرفه في المشكلة دي. قبل ما نبدأ يا ريت لايك وشير وتسيب لي رأيك في تعليق بعد إذنك. السلام عليكم. دي مشكلة أخ. أولا أنا مسافر بره والحمد لله مبسوط بشغلي ومرتاح. كل ما أبعت لزوجتي فلوس قليل كتير ضايعة وتتحجج لي كل شوية بحجج شكل، برغم مصاريف البيت 12,000 كل شهر، هي ولد وبنت صغار. يعني ابعت 20 مصروفين، ابعت 25 مصروفين. انا من سنتين بدأت ابعت لها مصروف البيت بس اللي هم 12,000 جنيه كل شهر. بس حسيت بفرق كبير واشتريت حاجة وشلت هو هنا مش قايل الحاجة اللي اشتراها ايه، وعمت بالبنك فلوس، يعني شال فلوس في البنك حلوة. بس والله كل يوم واحد في الشهر ببعت 12,000 جنيه. دلوقتي عرفت ان انا شاري حاجة وان انا شايل فلوس في البنك، وعملت لي مشكلة كبيرة وغضبت وراحت عند أهلها والدنيا بايظة خالص وعايزة تتطلق، وأهلها واقفين بصفها والموضوع كبر قوي، واقف فعلا على الطلاق. هل عندها حق وإني غلطان إني خبيت عليها للعلم؟ قلت لها كله ليكم انتوا الأولاد. تقول لي يمكن كمان متجوز ومعرفش، اكتب لي البيت باسمي اضمن حقي واعرف حسابك في البنك ومرتبك ايه. مين يا اما تطلقني. يعني بيت وفلوس في بنك. هو المأذون بياخد في الطلاق كام؟ يعني هو 1,500 ارخص. بص يا حبيب قلبي، هي بتشكى انك بتتجوز؟ لا، هو اتجوز. اهلها واقفين في صفها، هم بيدوها ال 12,000 جنيه في الشهر. هم يعني انت معيشة عيشة كويسة، فواضح ان اهلها اغنى منك. طبعا طبعا انا بتريق اكيد. بص يا حبيبي، لو انت عايز النصيحة يعني، لا اتجوز. مش عايز اقول دي هحترم نفسي شويه. بص، اتجوز. هو الناس اللي ممكن ترد فانا مش هرد انا. لا اتجوز يا حبيب قلبي. عايزه تتطلق تتطلق، عايزه تعيش بمرضي الله تعيش بمرضي الله. انت مش غلطان في حاجه، هو كله فيها فعلا دي غصب عنك. هو ليهم يعني لا قدر الله انت حصل لك حاجه انت وانت ميت هتروح الحاجه دي فين؟ ابنك وبنتك ومراتك. لا يا حبيب قلبي، انت مش غلطان. كمل. عاجبها العيشة، عاجبها مش عاجبها، مش هي قاعدة في بيت أهلها، ما تبعش 13,000، خليها ترفع نفقة. أنا بقول لك الصراحة، يعني بصراحة يعني الموضوع مستفز قوي. آه، هي مش من حقها. أنت طالما مكفيها خلاص. ده أنت لو طالما مكفيها ومتجوز عليها ومكفي الاتنين ملهاش حاجة عندك مثلا يعني. أنا بقولكش برضه روح اتجوز، يعني أنا بقولك أنت مش غلطان، فأنت أقف على وضعك. تمام. أنت مش غلطان. هي تقعد في بيت اهلها، هي مش راحت بيت اهلها وعايزه تتطلق، فطبعا يصعب عليا ان في اولاد والكلام ده، بس لا يعني. لا وتعالى واكتب لي بيت لا، ابوها يكتب لها البيت يا عم حاج، سيبها. ابوها يكتب لها بيت وارض وعمارتين، ويكتب لها امها على القايمه والحادثه فوقكم. يا عم حلك، سيبك، اسمع مني سيبك وروح، الله يصلح حالك. يا جماعة، واللي عنده رأي برضو في يقولوا الأستاذ. يمكن أنا رأيي كده أنا مستفز، يعني الموضوع استفزني شوية، كتير لي بيت والكلام ده. اللي عنده رأي يسيبه لأخوه في التعليقات، واللي عنده مشكلة برضو يكتبها لي وأنا أعمل عليها فيديو. ما تنسوش اللايك والشير يا جماعة، واللي أول مرة يشوفني يا ريت يعمل متابعة. شكرا.